السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل الصابون البلدي بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة. زي ما انتم شايفين ابيض معانا وجميل وتحفة بجد. الرمضان راح نستخدمه الصابون بتاعنا اللي راح نعمله في بيتنا بطريقة سهلة وبسيطة، ويقعد معاكي للسنة بإذن الله، ما تحتاجيش تشتري من بره ابدا. بالزيت المستعمل راح نعمله احلى صابون. مكوناتنا سهلة جدا وبسيطة وراح تعجبكم بإذن الله. عملته قبل كده معاكم وكان ناجح 100%. ما شاء الله عليه بجد. أحلى صابون راح تعمليه. امشي على خطواتي. ولو أول مرة تشوفوا قناتي فضلا ليس أمرا، حط لي لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مع صنف في مطبخي. يلا نسمو بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف المكونات بتاعتنا على طول، ونشوف الصابون بتاعنا خطوة في خطوة. يلا بينا. واول مكون بتاعنا نحضروه زي ما انتم شايفين كده. حطيت حله على البوتاجاز وحطيت فيها قشر ليمون وقشر برتقال، واسيبهم يغلوا مع بعضيهم كده ونشوف نعمل لهم ايه باذن الله. بعد ما غليت معانا القشر البرتقال والليمون يا جماعه، اصفيهم واخد الميه بتاعتهم عشان تطلع الصابونه ريحتها جميله وتخلي ايديكي ناعمه، وما البطاس ما يضرش ايدك. يعني احلى مكون من نتيجة تعمليه. لو عندك الليمون، قشر ليمون ممكن تغليه. متوفر عندك قشر البرتقال، طبعا احنا في موسم البرتقال والسفندي، ممكن تغليه وتاخدي المية بتاعته وتحطيه في الصابون بتاعك. وبعد ما اصفي الليمون بتاعي واخد المية بتاعته زي ما انتم شايفين كده، نروح على طول نحضر المكونات الباقية. ما شاء الله. انا عايزة المية تبقى تقيلة وحلوة كده زي ما انتم شايفين. مية قشر الليمون مع قشر البرتقال يا جماعة تقيلة كده وجميلة جدا. اخد منيهم كوبايتين حسب المكون، يعني المكونات اللي انا هحطها في الصابون بتاعي. ومعانا هنا بوتاص زي ما انتم شايفين كده، ده يا جماعة توم. يعني ما جايباش انا ربع، جايبة توم. معايا كيلو من الزيت المستعمل زي ما انتم شايفين. اجيب طاسة كده او طبق واصفي الزيت بتاعي. ان شاء الله راح احط في الصابون معلقتين من الخل عشان تبقى الصابونه فاتحه وجميله، ومعلقه ملح صغيره. المكونات دي بس اللي نحطوها. واحط كوبايتين من ميه الليمون اللي غاليينها. ما شاء الله زي ما انتم شايفين ريحتها جميله جدا. شدنا المفرش من تحت، نروح حاطين البوتاص واقلب حلو. اهم حاجه منها تلبسي كمامه وتبعدي خالص خالص، ويكون معاكي عصايه طويله كده وتقلبي عشان بيطلع بخار وبيسخن قوي. وده يا جماعة طبعا بيبقى ضرر جدا منها كمان. يجي في انفك، يجي في وشك، تبعدي وشك خالص عن البطاس، وما يكونش عندك اطفال خالص. وزي ما انتم شايفين كده يا جماعة قلبنا حلو لغاية ما برد معانا خالص. ما شاء الله. طبعا هو برد، اجيب الزيت واحطه. ما تحطيش الزيت بتاعك لغاية ما يبرد معاك البطاس وتروح حاطه الزيت. احنا طبعا صفينا الزيت مرتين، بس بيبقى فيه رترات كده ناعم قوي. طبعا احنا ايه دول نسيبوهم عشان خاطر ما يخليش الصابونة معانا غامقة قوي. ده كيلو زيت يا جماعة مستعمل. قلبنا لغاية ما شاء الله تخن معانا شوية. تعالوا نحطوا باقي المكونات. نص معلقة من الملح، وتقلبي الصابون بتاعك حلو عشان يتخن معاكي. هو راح ياخد معاكي مدة طويلة في التقليب، ممكن ياخد معاك ساعتين 3. كل ما يكون فايقة كده تقلبي فيه لغاية ما يتخن معاكي. نحط له ربع مع كوباية من الصابون السايب اهم حاجة، وتقلبي. واخر مكون نحط له معلقتين من الخل، بتخلي الصابونة فاتحة معانا، وكمان الخل مطهر جميل جدا. وخلاص على كده. ونقلب بتاعنا الصابون بتاعنا، لازم التقليب يا جماعة لغاية ما الزيت يختفي خالص.
ويتخن معانا. انا هقعد اقلب على طول كده زي ما انتوا شايفين، ياخد معايا ساعة ساعتين، كل ما يكون فيا اقلب شوية. اهم حاجة في نجاح الصابونة من التقليب حلو يا جماعة في الصابون، لغاية ما تبقى معاكي كريمة خالص وتخينة زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله عليها، تخن معانا وجميل ولونه فاتح كده. طبعا انا حضرت الصينية بتاعتي اللي راح احطه فيها. خلاص على كده الصابون بتاعنا خلص معايا. طريقة سهلة خالص وجميلة. معايا الصينية، حط لها ورقة عشان خاطر البطاطس ما يحرقهاش ولا ما يخليهاش ياكلوا الألمونيا. زي ما انتوا شايفين كده، حاطة ورقة من تحت، وحاطة شنطة بلاستيك من فوق، ممكن تحطي شنطتين كمان. واسويها حلو زي ما انتوا شايفين. بعد كده اجيب الصابون البلدي الجميل اللي عملناه سوا واحطه على طول. احلى صابون بلدي راح تستخدميه وتعمليه مع صنف في مطبخي. لو عندك زيت مستعمل قومي بسرعة اعملي احلى صابون لرمضان، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا انتوا عارفين الصابون غالي يا جماعة، وفر كتير دلوقتي واعمليه في بيتك، توفير كتير ما شاء الله، والمكونات رخيصة جدا. جيت مزيت عندك في البيت، ممكن تشتري البطاطس بيبقى رخيص، تمني كده حسب الكمية اللي تعمليها. كبينا الصابون بتاعنا كله في الصينية زي ما انتوا شايفين. طبعا هسيبه 3 ساعات 4 ساعات كده لغاية ما يمسك نفسه وينشف معانا شوية، وبعد كده شوفوا هنعمله له ايه. والصابون بتاعنا نشف، بس مش ناشف قوي يا جماعة، سيبته مدة 4 ساعات. وطبعا هجيب السكينة واقطعه، عشان لو قعد زيادة عن كده هينشف معاك، ومن نتيجة تقطعيه هيتكسر منيك. قبل ما ينشف قوي تروح مقطعاه حسب القطعة اللي انت عايزاها في الصابون، تكبر الصغار براحتك انت. قطعنا الصابون بتاعنا ونسيبوه مدة يوم يبقى ينشف قوي، وبعد كده هشيلها من الصينية. ما شاء الله راح تطلع معاك القطعة بقطعتها، عشان احنا اصلا مقطعينه، ولو نشف ما يكسرش منيكي، راح تطلع الحتة بحتتها. ما شاء الله عليه بجد. والصابون بتاعنا نشف وجميل جدا زي ما انتوا شايفين. بيت سبته ليلة بحالها. ما شاء الله كل سنة وانتم طيبين. روايح رمضان ما شاء الله هلت على البيوت كلها. تحضري صابونك، تحضري الحاجات اللي تستخدميها في المطبخ تحضريها عشان تبقى سهلة جدا معاكي. ما شاء الله عليها بجد زي ما انتم شايفين، صابون جميل جدا، والطريقة سهلة خالص هتعجبكم. ومكوناتنا بسيطة جدا، بس هو لسه عايز كمان يومين او 3. ممكن انا راح استخدمه اول يوم رمضان، يعني قدامي زي اسبوع كده واستخدمه، يكون نشف بزيادة، عشان الصابون كل ما ينشف كل ما يبقى معاكي روته جامدة قوي وينظف معاكي. ما شاء الله. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعنا وعجبتكم طريقة الصابون البلدي، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.